اسالك عن الزمالك النهارده. عن الزمالك عشان اقول لك الخطه. النهارده لا، مش عايزك تقول الخطه، مش في مصلحتي. انا الشيخ بس مظهر زملكاوي ولا ايه؟ انا ابويا زملكاوي، فانا متعصب لابويا، فعشان كده زملكاوي. طب اول مره الاقي واحد شيخ زملكاوي. في ناس كتير جدا على الفيسبوك بس مراتي اهلاويه، فانا الله يكون في عوني. يا سياده المستشار، انا زملكاوي ومراتي اهلاويه، فالله يكون في عوني. الاهلاويه تروح. سياده المستشار، في ناس كتيره كاتبه على الفيسبوك ان حضرتك رحت على قريه كده في شبرخيت اعتقد تعمل سحر يا عمرو ايوه لحظه عمرو اكمل كلامي، من عارف الكلام ده ايه حصل الكلام ده ولا لا؟ عمرو ايوه على الطلاق من بيتي، ما رحتش شبرخيت دي من 10 سنين لما كنت رايح لعماد الجلد ابارك له لما طلع ولا شفتها بعد كده. ومش انا اللي بعمل سحر، لا، لان حبايبنا اللي في النادي الاهلي اللي شغالين في القصه دي بقالهم كتير. ده هم انا لو رحت شبرخيت بقول لك تاني واتحدى تاني يا عمرو، واتحدى بيقولوا على الفيسبوك انك اخدت فانيلات اللعيبه ورحت لواحد ساحر يا نايم. يا بيه انا بقى وانا ما بعرفش اكذب، انا بقول لعوار انت عارف عينك، بقول لك اتحدى. ما شفتش شبرخيت دي من 10 سنين تقريبا، كنا 97 او 97 يبقى بقى لنا كام سنه؟ 8 سنين من ايام عماد الجلد صديقي العزيز، كنت رايح ابارك له لما طلع، واخد بالك، وما رحتش شبرخيت دي طبعا شرفني اروح شبرخيت. يبقى عملت السحر في حته ثانيه. بس انا بقى بدل ما اروح شبرخيت، ما في بلاد في المنصوره ما رحت. ايوه يبقى رحت فين بقى بالفانيلات ما رحتش. انا راجل بص، السحر موجود في القران تمام، وانا شاري احسن لعيبه موجودين في مصر، مش محتاج سحر. اللي محتاج السحر بقى وابو رجل مسلوخه والكلام ده اللي تعبان. ربنا بس يوفق بكره. انا هعمل لكم عمل حلو ان شاء الله. بكره ماتش مهم جدا حلو تغلبوا العالم كله بيتفرج علينا. العالم كله بيشاهدنا. انا كنت عامل اجتماع مع الولاد قبل ما يروحوا المعسكر بتاعهم، قلت لهم لو في لاعب من الاهلي يتعامل معاك بعنف، يتعامل معاك بكل ادب واحترام، انتوا في النهايه زملاء في المنتخب. دي مباراه كوره. الزمالك كسب، اضاف الكاس للدوري، لا قدر الله ما حصلش نصيب، الزمالك خد الدوري ببطوله كبيره والاهلي خد بطوله الكاس، مفيش مشكله، اعصابنا حديد يا استاذ عمرو. ايوه انا للاسف بكره هكون على الهوا هنا في البرنامج، كان نفسي هنطمنك باذن الله ان شاء الله ان الكاس رجع لبيته لثالث مره. شكرا يا سياده المستشار. نرجع